شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي. نتذكر أبطال واجهوا الألم بشجاعة وعلمونا معنى الأمل والقوة. في يوم الاثنين الموافق 13/10/2025 الساعة 5 مساء بنتجمع في مجمع العلوي في الخارج تضامنا مع كل محاربي ومحاربات السرطان. وفي هالفعالية بيكون تكريم خاص للناجيات اللي يلهمونا بقصصهم وصبرهم، خلونا نؤمن ان الامل ما ينتهي. رسالتنا من القلب، انتم مو بروحكم، قلوبنا وياكم ودعمنا دوم مستمر معاكم. نبي نسمع رسائلكم لهم، كلمة دعاء او امنية صغيرة يمكن تزرع امل كبير في نفوسهم. وبعدها بنمشي جنب المجمع عشانهم خطوة بخطوة نعبر عن تضامننا وحبنا وأملنا فيهم. خلكم ويانا في هذه الوقفة الإنسانية، لأن الأمل أقوى لما نكون سوا ونكون دوم إحنا مع بعض. والله يشفيكم ويعافيكم. إحنا معاك ونوصل لك هذه الرسالة في هذا التجمع. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي أن الواحد يتذكرك حتى وأنت مريض، وايد وايد حلو. بالعكس غير من نفسيتي. الهدف بس شيء واحد، ان احنا متكاتفين مع مو بقول هالفئه، مع الناس اللي مروا في ازمه صعبه. طبعا تدرون اللي يمر في الازمه العلاج ما علاج، يعني يكون في الم ويحس انه هو بروحه ما حد وياه، لكن هذه المبادره دي تبين لك احنا معاكم، يعني ما نسيناكم. مهما قالها بيتخطون نفس ما انا تخطيت بيتخطون. فضل من الله ان انت تشافين. اي نعم، فضل من رب العالمين، كل شيء تمام. فضل من الاهل والاصدقاء ودعمهم والعيال، والحمد لله. قصرتوا والله، الحمد لله مليون مره على سلامتك. الله يسلمكم ويجزاك الله خير، يحفظك رب العالمين. الله يسلمك. التجمع انا اعتبره روح واحده، ما في حد بروحه. احنا كل بنا روح واحده ونتجامع ونشيل بعض ان شاء الله ونهون على بعض في الامور هذه، لان ذي المرض يعتبر من يعني الاشياء الصعبه على الشخص بروحه، لكن لما يحصل دعم من اهله وناسه وربعه الموضوع يتغير. الشيء والمرض يعني هذه اللي صايره الحين صار عندنا عادي نفس الزكام، الناس تجيها وتشوفه بس يبي عزم. وانا اقول لهم خلكم اقوياء، خلكم اقوياء، خلكم اقوياء لتجوب كل الأرض. اللي حاربوا المرض شكرا لكم ان انتم حاربتوا المرض، واحنا واقفين وياكم وانتم اقوياء. شكرا. احنا دائما وياكم وانتم اقوياء. انتم قويون، نحن اقوياء. احنا دائما معاكم وانتم اقوياء. هذه وقفة الأخوة، وقفة الأخ، وقفتنا كلنا معاهم، كلنا ظهرهم، كلنا ذراعهم، كلنا سندهم. بالعكس إن يكونون أقوياء ويتقبلون المرض وما يضعفون. احنا لازم نبذل كل جهودنا لهؤلاء المرضى، وهي عملية إنسانية طبعا في المقام الأول ولو بالدعاء. تقلبت الأمور وتزلزلت عادت تبان. المرأة قوية في كل حالة، مهما يكون مهما يصير المرأة قوية. هي مثل ما قلنا احنا الأم، الأخت، اليد، هي اللي ربت كل هذه الأجيال، فأنت قوية في كل حالاتك، ما في شيء يوقف في دربك. ما في شيء مستحيل، كل شيء بين رب العالمين. أهم شيء شنو؟ تقوي عزيمتك. مبادرة حلوة، يعني احنا نعازل المصابين بسرطان الثدي يعني، ونكون احنا وياهم وانهم طبيعيين ان شاء الله. الله يشفيهم ويشفي كل مريض ان شاء الله، ونقول لهم يعني هذا الشيء والبلاء من رب العالمين، هذه اجر بالعكس، وان شاء الله يشفي كل مريض ويعطيكم الف عافيه. ان شاء الله احنا معاهم في اي وقفه انتم تكفونها، احنا ان شاء الله وياهم، وان شاء الله يعني ما عليهم شر ان شاء الله، ما اجر عافيه ان شاء الله. علشان الناجيات من مرض السرطان لهم 3 شهور اشتراك مجاني من كابتن عبد الله سالمين بعشاء، صار 4 شهور، وهديه من الاكاديميه لهم جلافز.
خلكم اقوياء، احنا معاكم ورب العالمين معاكم. استمدوا القوة من الله عز وجل وما في شيء مستحيل. اليوم شفنا ما شاء الله الناس اللي متعافين كثار. انت خليك قوي. وشنو تقول لهم؟ خلكم اقوياء. خلكم أقوياء. صوت قوي. خلكم أقوياء. خلكم اقوياء. سمعتوا؟ يلا سوا مع السلامة.